بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نعرض لكم فيها صور وفيديوهات لانتقال تركيا نفسها 3 أمتار تجاه البحر. كما سنشاهد في هذه الصور، سبحان الله، يعني المساحة الأرض التي انتقلت تقريبا 700 ألف كيلومتر، يعني تعادل تقريبا العراق والشام معا. الأرض انتقلت 3 أمتار، قوة الزلزال 130 قنبلة نووية وربما أكثر. يعني ما هذه القوة اللي تنقل تركيا 3 أمتار؟ البلد تتحرك من مكانها، البلد كلها. حضراتكم تعالوا نبدأ ونرى صور الطرق وماذا حدث. نبدأ من هذه الصورة. انظروا كيف انتقل الطريق من مكانه. حضراتكم طبعا هنا الخط الأبيض كما نشاهد، وانظروا الخط أصبح كيف. فالطريق فعلا المسافة بين الخطين، الأرض انتقلت 3 أمتار كما تشاهدون. شوفوا الطريق أصبح أين اتجه؟ 3 أمتار. ده طبعا صفحتين أو لوحين في الأرض. ففي اللوح العربي واللوح الأناضولي. تركيا انتقلت 3 أمتار كما نشاهد في هذا الطريق. وسبحان الله، وهذا الانتقال الزلزال عمقه، مركز الانفجار بتاع الزلزال عمقه 18 كيلو متر. فأنت عندك كتلة من قشرة الأرض ارتفاعها 18 كيلو متر. الجبل بارتفاعه 1000 متر فقط، هذا 18 كيلو متر، يعني 18 ألف متر. فكأنك كده 18 جبلا فوق بعضهم البعض بكل تركيا بهضابها بوديانها كله زحزح. يعني تخيلوا هذا الأرض اللي انتقلت عمقها، عمق الانتقال نفسه كأنك جبل إيفرست مرتين وأكثر. فتخيل بقى أن جبل إيفرست هذا تحرك 3 أمتار، ولو مساحته مساحة 700 ألف كيلو متر، يعني ده هضبة الأناضول في تركيا أو مساحة العراق وسوريا معا. فسبحان الله يا جماعة. حضراتكم هنا كما نشاهد عملية الانتقال والهبوط والخسف، والسيارة كيف سقطت كلها جرى ابتلاعها. وهنا أيضا جانب من الخسف، انهيار الأرض وانتقالها في هذا الطريق كما سنشاهد. وهنا مشهد آخر من خط السكة الحديدي الذي كان مستقيما، فبعد أن كان مستقيما انتقل. فبدل ما الخط كان يسير طبعا كخط مستقيم، لكن لم يعد مستقيما. الأرض تحركت. دي منطقة انظروا المسافة، فعلا حصل انتقال لتركيا 3 متر يا جماعة، 3 متر. انظروا قضبان السكة الحديد، انظر حضراتك لقضبان السكة، انتقلت من مكانها. السكة الحديد بالفلنكات بكل حاجة، تركيا بالمدن كله انتقل 3 أمتار. انظروا حضراتكم الصورة. وطبعا هنا هنجد خط الانتقال اهو، ده لوح أرضي وهذا لوح أرضي. ولو ركزنا أكثر هنجد في هذا الجانب أيضا فينا خسف في الأرض اهو كما تشاهدون. حصل انهيار في التربة نتيجة لهذا الانتقال. سبحان الله. هنا حضراتكم انظروا لهذا الشاب الذي يقف على هذا الطريق. طبعا غالبية الطرق في هذه المناطق أصبحت مغلقة الآن، يعني البنية التحتية، السكك الحديدية، خطوط الغاز، المياه، غالبيتها انكسر بسبب الزلزال. فطبعا نحن لو قسنا الارتفاع من منطقة الوسط إلى قدميه، فنحن بنتحدث الزلزال ارتفاعه تقريبا متر أو أكثر. يعني الانخفاض والخسف في الأرض مسافة ضخمة جدا يا جماعة. هنا أيضا كما تشاهدون حدث خسف في الأرض،
وهتجدوا انه طبعا السيارة سقطت، ربنا يستر على اللي كان فيها، وستجدون الخسف او الهبوط لاسفل، الانهيار الارضي، وكأن هناك سكينا يقطع الصفيحتين. سبحان الله. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والأرض ذات الصدع، لأن هذه صدوع، وده القرآن من 1400 سنة، فكيف أمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعرف علم الجيولوجيا إلا من وحي أتاه من الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا مشهد آخر لسيارة كما تشاهدون وهي تسير على الطريق، حدث الخسف في الطريق خلال الزلزال، وجرى الزحزحة في الطريق كما نشاهد. طبعا هذا مذكور في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث أنه أي زلزال بيحدث فيه خسف، وكما شاهدنا فإذا هي تمور تتحرك. سبحان الله. هنا حضراتكم شبكة الطرق في تركيا، ودي خريطة من وزارة النقل التركية، بتشير النقط الحمراء إلى الطرق المغلقة اللي فيها كسور كما تشاهدون مناطق الزلزال. طبعا في طرق مغلقة، يعني في طرق في الشمال مغلقة بسبب الثلوج، لأن الثلوج تساقط شديد جدا، أو طرق كما تشاهدون مغلقة بسبب الكسور الموجودة في الأرض. انظروا حضراتكم، يعني هتجدوا أنه هذا الطريق مثلا، كل هذا الطريق من أديمان إلى هذه المنطقة فيه كسور. هنا أيضا طريق مغلق، هنا طريق مغلق، هنا الطريق مغلق، هنا دي كلها مناطق الزلزال. حتى طرق مغلقة كما تشاهدون بسبب التصدعات. نحن نتحدث عن أن هذه الكارثة ضربت 10 ولايات تركية أو 10 محافظات تركية، فكارثة كبيرة جدا. حضراتكم انظروا لهذه السيارة، وده طريق داخلي لأنه وقت حدوث الزلزال كان فجر. وانظروا حضراتكم أيضا السيارة الأرض انخسفت بها. هنا حضراتكم في ولاية كهرمان مرعش الشوارع تحولت إلى أشباح. زلزال يعني جرى تهجير كل السكان. تعالوا نشاهد. حجم الكارثة كبيرة، يعني بناء مباني في 10 ولايات، لأنه المباني إما هدمت أو أصبحت متصدعة. وطبعا الخسائر مليارات الدولارات، يعني إن مباني تنشأ من جديد في 10 ولايات. الناس محتاجة ملابس من جديد، محتاجين السخانات، غسالات، حياة كاملة من جديد تبدأ في 10 ولايات تركيا. تخيلوا. فحضراتكم مثلا هنا انظروا لكم الخسف الذي جرى في الأرض في هذا الطريق. سبحان الله، يعني كأنه الأرض نزلت مترين. هنا كما نشاهد فيه صدع هكذا، ده اللوح العربي سوريا وجنوب تركيا. وزلزال طبعا حدث في منطقة الصدع، فحصل عندنا زلزالين. الزلزال الأول هو النقطة السوداء، وده في منطقة اسمها بازارجيك اللي احنا عرضنا الصور فيها المنطقة المهجرة بالكامل. والزلزال الثاني حصل في منطقة اسمها البستان، والزلزالين 7.6. تخيلوا احنا عرضنا في فيديو سابق انه جامعة طوكيو تقول اذا حدث زلزال في اليابان بنفس المقياس ولكن اقل 7.3 ريختر فسوف يدمر 850 ألف منزل في اليابان، في طوكيو. وطوكيو اصلا مبانيها كلها مصممة على اساس الزلازل، فما بالك انه حدث ليس زلزال واحد بل زلزالين، وأشد من الزلزال الذي يتوقعونه في اليابان. يعني الزلزال الذي يتوقعونه في طوكيو يقولون سوف يكون شدته 7.3 ريختر، لكن هذا الزلزال كام؟ 7.6 و7.7. وهو لما بيزيد مش بيزيد مسافة متساوية، بتبقى الفرق بين زلزال على مقياس 8 ريختر و7 ريختر أقل منه، يبقى الكمية 10 أضعاف، 10 أضعاف قوته. فهذا الزلزال هو أقوى من الزلزال الذي يتوقعونه في اليابان 5 مرات، أضعافه 5 مرات. والزلزال اللي في اليابان يتوقعونه يكون سيدمر 850 ألف منزل.
فالمنازل المدمرة في تركيا آلاف. أنا أعتقد الإحصائية الحكومية غير صحيحة، ربما تقصد المباني التي سويت بالأرض فقط، لكن كمية المباني اللي فيها شروخ وتصدعات ممكن نتكلم عن 150 ألف منزل. المنطقة هذه بيعيش فيها 10 مليون إنسان. هو من ستر ربنا سبحانه وتعالى أنه السكان موزعين على مساحة كبيرة من الأرض، فالكارثة كبيرة فعلا يعني. هنا حضراتكم ده في طريق الريحانية، انظروا كيف حدث الهبوط والانشقاق في الأرض والسيارات أصبحت عالقة. هنا أيضا هبوط آخر في طريق آخر، هذا في غالبية الطرق في المنطقة يعني. انظروا حضراتكم هنا لانشقاق الطريق وهبوطه. هنا طريق آخر حدث فيه هبوط، انظروا للسيارات هنا، انظروا حضراتكم ماذا حدث، سبحان الله. وواضح ان الزلزال عامل عملية قسمة في الطريق، لأنه تحرك الأرض اتحركت 3 متر. هنا في صحيفة دوار اليسارية المعارضة بتتكلم عن نائب في البرلمان التركي، يقول: تواصلنا مع إدارة الكوارث والطائرات، لا يمكننا الوصول إلى بعض المناطق إلا بالطائرة المروحية. يعني في أصبحت طرق ومناطق مغلقة تماما. انظروا حضراتكم هنا أيضا، انظروا للأسفلت. الأسفلت كأنه قطع قماش التوى وتمزق، والطريق حديث، يعني الطريق حديث تماما كما نشاهد، ولكنه تمزق تماما. وهنا أيضا كسر ظروف الطريق. هنا حضراتكم دي سيارات يبدو أنه الزلزال حدث وأصحابها يقودون على الطريق، والطريق انتقل، يعني حتى الرصيف المشاة في الجانب تحطم. انظروا هنا أيضا حضراتكم، انظروا الطريق ماذا حدث فيه. الطريق انكسر تماما، سبحان الله. هذا أيضا مذكور في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. لأنه كما ذكرنا أنه فيه اللوحة العربية واللوحة الأناضولية، فالله يتحدث أنه الزلزال بيكون خسف هبوط للأرض، وبيكون فين؟ في منطقة التصدع في جانب البر، وهذا الذي حدث حرفيا في الزلزال كما شاهدنا. هنا حضراتكم حصل كسر في الجبل نفسه، يعني انظروا للكسر أين حدث، فتجدوا أن الثلوج يغطي الجبل، ولكن فجأة لا توجد ثلوج والسلوك في الأسفل، لأنه حصل كسر في الجبل. تعالوا نشاهد. Köprünün orada yollar komple kapanmış. Uçmuş. وفي الواقع الكارثة زلزال 130 قنبلة نووية تقريبا وربما أكثر، وليس زلزال واحد، زلزالين، وزلزالين كلاهما من أخطر الزلازل في العالم. ثم الطرق تتقطع كما شاهدنا، والسكك الحديدية والثلوج. أصبحت حتى الطرق اللي يسمح فيها بالتحرك طرق ثلجية فيها مشاكل كما نشاهد. تعالوا نشاهد. Evet dostlar, şu anda Antep yolunda Sivas'tayız, deprem bölgesi. وهنا مشهد يحبس الأنفاس لإحدى العمارات وهي تهتز وحدث فيها صدوع. تعالوا نشاهد. أيضا انظروا حضراتكم لهذه الصورة، كيف تسير الأمور، سبحان الله. انظروا لهذا الطريق، الخسف والقصور يعني الطريق عبارة عن طريق مزدوج أصلا. انظروا حضراتكم ماذا حدث في الطريق يا جماعة، البنية التحتية نفسها. هنا حضراتكم الصخور سقطت من الجبل، يعني حتى الزلزال كسر الجبل وسقطت في الطريق، والطريق طبعا كله ثلج كما تشاهدون، يعني حجارة وثلوج. أخيرا أدعوكم جميعا إلى التبرع، نحن أمة إسلامية واحدة، أرجو التبرع لي سواء المسلمين داخل تركيا أو المسلمين في سوريا. وطبعا جانب كبير من السوريين اللاجئين داخل تركيا موجود أيضا في هذه الولايات العشر التركية في جنوب تركيا كما نشاهد، اللي هي ملاصقة لشمال سوريا. طبعا هناك العديد من المنظمات الخيرية والجهات الحكومية التركية إلى غيرها، لكن أشهر منظمة حكومية الحكومة التركية أنشأتها مع بداية الأزمة السورية، وهي اللي كانت مسؤولة عن إنشاء المباني للسوريين والمساكن وتقديم الإغاثة إلى آخره، هيئة حكومية تركية اسمها أفاد. أفاد هي اختصار هي هيئة الكوارث الحكومية التركية.
فأرجوكم تبرعوا لها. وهنا حضراتكم الحسابات البنكية الخاصة بها، وهنا اسم البنك، وهنا عنوان البنك، وهنا بالليرة التركية داخل تركيا، بالدولار خارج تركيا، باليورو، السويفت كود، وهكذا. ده اسم البنك الآخر وقف بنك، والعنوان وبالليرة وبالدولار وباليورو والسوفت كود. هنا في بنك خلق أو تركي، وعنوان البنك والليرة والدولار والسوفت كود. وفي أول تعليق رابط هذه الحسابات يمكنك أنك تنقلها بشكل مباشر. بالنسبة للشمال السوري الوضع فيه كارثي وصعب، ولكن أحذركم من التحويلات البنكية، لأن أولاد الحرام اللي قاعدين يلفقوا قضايا إرهاب للمسلمين الله يلعنهم، أي تحويلات داخل سوريا إذا لم تكن سوريا يعملوا قضية إرهاب. فالحل إنك ترى صديق سوري تعرفه معرفة شخصية وتثق في أمانته، اعطيه المبلغ اللي أنت عاوز تتصدق به، وهو يرسله كأنه بيرسله عادي، لأن السوري بيرسل عادي لأهله داخل سوريا أو في الشمال السوري، فهتبقى الرقابة الأمنية أخف إلى آخره يعني. لكن أولاد الحرام دول اللي بيعملوا مكافحة إرهاب بيبحثوا عن أي مسلم كي يلفقون له قضية الله يلعنهم. يعني هؤلاء تستطيع أن تسميهم جنود الشيطان. يعني الشيطان له مراكز أمنية للتجسس وتلفيق القضايا، وله قضاة وبيصدروا أحكام إعدام وكل شيء. واحنا شاهدنا يعني يرسلون الآن الطائرات لفين؟ لبشار الأسد، لأنه يقول لإنقاذ الضحايا تحت الأنقاض. طيب ما هو كانت الطائرات الروسية تقصف وحولت يعني المشاهد التي شاهدناها حدث أسوأ منها مليون مرة طوال 12 عاما في سوريا بالطائرات الروسية والطائرات الإيرانية وميليشيات بشار وميليشيات إيران الشيعية وغيرها، وهي تسوي مدن المسلمين بالأرض في سوريا. ماذا فعلت أجهزة المخابرات اللي مسمين نفسهم مكافحة الإرهاب؟ اعتقلوا كل من تبرع بقرش وضعوهم في السجون. انظروا في كل بلد مسلم الآن وخاصة البلاد العربية، كل من تبرع وذهب واشترى بطاطين لأهلنا في سوريا اعتقلوه ووضعوا لهم تهمة الإرهاب. يعني يقولون سنقتلهم، روسيا وإيران تقتل، ومن يتقدم لإنقاذهم يوضع في السجن ويعذب ويجري كهربته. يا جماعة هو إيه جريمة الشعب السوري؟ إنه شعب مسلم يقول لا إله إلا الله فقط. يعني حتى ممكن السوري هذا ممكن يكون سوري حشاش، وممكن يكون سوري خمرجي، وممكن حتى والله واحد سوري بعت الله صبر، والله حتى لو مجرد أنك مسلم سني، حتى لو ملحد، يعني طالما أبوك وأمك مسلمين سنة وأنت من أسرة سنية أنت مرفوض. يقولون ربما تتوب أو أولادك يعبدون الله من بعدك. يعني فعلا كما يقول الله سبحانه وتعالى، يعني نقموا عليهم لماذا؟ لأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى اللطف والسلام على أهلنا في شمال سوريا وأهلنا في تركيا، اللهم آمين. وفي الختام هنا كتاب فضائح الباطنية للإمام الغزالي عن الميليشيات الشيعية قديما بقى، لأن العالم الإسلامي عاش 200 سنة تحت حكم الميليشيات الشيعية الذين يزعمون نحن أحفاد الرسول ونحن أهل البيت، فأقاموا دولة القرامطة ودولة الحشاشين والدولة الفاطمية وبني بويه وآل حمدان، وارتكبوا من المذابح كما يحدث الآن في سوريا وفي اليمن، والأمور ستتكرر ربنا يستر في دول أخرى. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم بني أمية، سيدنا معاوية وابنه يزيد وسيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي، هؤلاء العظام الذين أنقذوا العالم الإسلامي وأنقذوا القرآن الكريم رحمهم الله. ولكن ماذا تقول في أمة انتشر فيها الجهل فلا تعرف صديقها من عدوها ولا تعرف تاريخها؟ أمة كهذه يحدث فيها كل المصائب الشديدة، تغتصب بناتهم وأمهاتهم وزوجاتهم، لأنها أمة اختارت الجهل على أن هي تقرأ وتفكر وتعرف عظمة تاريخها الإسلامي، تاريخنا الإسلامي المشرق، الدولة الأموية المشرقة اللي فتحت الدنيا وسيرت الجيوش من الشمال والجنوب في أوروبا وفي آسيا. الحجاج بن يوسف الثقفي اللي لو كان موجود كان في بنت في الصين اغتصبت، ده ما في دولة قدرت تسحب السفير الصيني. كان في امرأة مسلمة اغتصبت في الهند. يعني اللي بيشتموا الحجاج بقول لهم اتكسفوا على نفسكم. والله أنتم لو أنكم جئتم في نعل الحجاج لنجستموه ولا وجب عليه أن يتوضأ ويتطهر منكم. رحم الله بني أمية. أرجو استماع هذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر وقناتي على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ.
أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.